المصرية منذ ثورة 25 من يناير، وهي لها دور فعال جدا في الثورة، ومارس ضدها حملة القمع منذ الثورة وحتى الآن، وزادت وتيرتها في الفترة الأخيرة. ممكن حضرتك توضح لنا هذه الأسباب؟ الأسباب ببساطة إنه كل القوى السياسية وكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية بتتكلم حوالين المشاركة السياسية للمرأة، وبتحبذ النساء وبتحض النساء إن هي تنزل تشارك. لكن في نهاية الأمر الحقيقة إنه كل قوى سياسية بتدعو النساء للمشاركة لتأييد آرائها فقط. أما عندما تتعارض آراء المرأة مع رأي القوى السياسية ديت أو هذا النظام، بنلاقي حملات من التشويه والتخوين والتحقير للمرأة. يعني مثلا احنا أول ما المرأة شاركت في الثورة المصرية ابتدى يتم التوجيه ليها وبسبب دورها العظيم في المرأة في الثورة. ابتدينا نشوف بقى نوع من التشويه من النظام السابق، بيتكلم حوالين انه دول فتيات آه، يعني ساقطين اخلاقيا وتوجه لهم تهم اخلاقيه وتهم سياسيه وما الى ذلك. برضو نفس الاتهامات ديت لقيناها في اثناء حكم الاخوان والرئيس السابق محمد مرسي. كان اي مجموعه من السيدات بيظهروا في اي مسيره او اي فعاليه سياسيه كان بيتم التوجيه لهم ان دول كفره ونساء نساء صليبيين وكفار وعملاء وخونه. للأسف برضو كان بيتم حملة تشويه كتيرة جدا ويتم استعداء الشارع تجاه أي حركة نسوية، لدرجة أنه لما قامت مظاهرة في ميدان التحرير من أجل حقوق المرأة تم التهجم عليها من قبل أنصار الرئيس السابق، وتم تشويه كل سيدة اشتركت فيها. فإحنا شايفين أنه للأسف القوى السياسية بتتعامل بشكل انتقامي بالنسبة لمشاركة المرأة في الفعاليات السياسية. بيواجه مشكلة التعامل أو التعسف الأمني أو القبض عليه أو إن هو يبقى محبوس احتياطيا. فالمرأة بتواجه ضعف الأعباء دي كلها. المرأة كل سيدة وهي بتنزل تشارك في أي فعالية سياسية تكون متعرضة لأنها ممكن حد يتحرش بيها، حد يعتدي عليها، حد يعتدي عليها بالضرب، يتقبض عليها، ممكن تبقى محبوسة احتياطيا. المرأة عليها أعباء كتيرة جدا، وفي قوى وظروف كتيرة جدا بتحاول تحد من الحراك النسائي في مصر. لكن أنا شايف إن دوت وإن ساعد بشكل مؤقت في المشاركة النسائية، لكن أو إحنا شايفين إنه بالعكس ده بيقوي من عزيمة المرأة إن هي تشارك أكتر من كده.